السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال بيتكرر كتير جدا، وسؤال لو انت فكرت فيه ممكن الشيطان يدخل لك منه ويوقعك في شبهات كتيرة جدا. ركز معايا في الفيديو دوت عشان هتفهم حاجة مهمة جدا ان شاء الله. لازم تفهم يا حبيب اخوك ان الكلام عن ربنا مش زي اي كلام. الكلام عن ربنا لازم أن تكون واخد بالك منه كويس جدا، ان الله عز وجل هو احكم الحاكمين. مفيش حاجة ربنا يكون مقدرها إلا وراها حكمة عظيمة جدا حتى لو أنت مش فاهم. السؤال بتاع النهاردة هو ليه ربنا خلق إبليس وهو عارف إن هو هيعصيه؟ فسؤال ممكن يعني يؤدي إلى بعض الشبهات لبعض الناس، فيلا بينا نجاوب عليه وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا. من الآخر كده إحنا لازم نتفق إن لو مفيش إبليس هيبقى مفيش وساوس، لو مفيش إبليس هيبقى مفيش شر، لو مفيش إبليس مش هيبقى فيه اختبار اصلا. يبقى هنا السؤال هو فين الامتحان اللي ربنا حطه لو مفيش ابليس؟ فين معنى اختبار الحياه اللي ربنا خلقنا ليه؟ الله عز وجل هو الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن. يعني من الاخر كده من غير وجود ابليس هيبقى مفيش امتحان، مش هيبان مين اللي بيجاهد نفسه عشان يرضي ربنا ومين اللي من اول اختبار بيقع. تخيل كده شاب في مدرسه داخل امتحان، الامتحان ده كله سهل، هل الطالب دوت هيبان هو شاطر ولا لا؟ والامتحان اصلا كله سهل زي الميه. قطعا هو مش هيبان هو شاطر ولا لا. ده برضو وجود ابليس، وسيله ربنا بيختبر بيها صدقك وثباتك وعبادتك لله عز وجل. وحتى لما هو بيوسوس لك، الله عز وجل لن يتركك في هذا الامر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في هذا الامر: فاذا بلغه فليستعذ بالله. لما الشيطان يجي لك ويقول لك من خلق ربك، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا في الحديث اللي هو قدامك على الشاشه دوت، وبيقول لك في اخر الحديث يعني لو الشيطان جاله فليستعذ بالله وليقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني حتى الشيطان اللي ربنا حط وسيله لاختبارك، ربنا اداك وسائل اللي انت تكون في حمايته، واللي هو ربنا هيكفيك وهيحميك منه، بس انت اللي تتجه له وما تتبعش خطوات الشيطان. ابليس يا حبيب اخوك مش عبث، وجود ابليس هو اختبار، وربنا ما بيجبرش حد اللي هو يعصيه، ربنا بيديك الشر والخير وانت اللي تختار، وهو عارف انت هتختار ايه كمان، لكن ما بيجبرش حد على العصيان او الطاعه. تخيل بقى لما ربنا يكون حاطط اختبار اللي هو الشيطان يكون وسيله في الاختبار دوت، وفي الاخر بص انت قدامك شهوه قد ايه، وفي الاخر تروح لربنا. تخيل بقى ربنا هيديك ايه في الاخر بعد ما يشوفك انت بعد كل هذه الشهوات تترك كل ده وتجري على اعتاب باب الله عز وجل. فدي حاجه كبيره جدا ربنا يكافئ عليها يا اخوك. فبس كده يا حبيب اخوك، الشيطان مش موجود كده عبث، لا دي حكمه من ربنا ووسيله للاختبار عشان ربنا يعرف مين اللي هيطيعه رغم وجود كل ده، ومين اللي هيقع بكل هذه الشهوات. وخد بالك ربنا مديك الوسائل اللي انت تقدر تنتصر على هذا الشيطان وهذه الشهوات وهذه النفس اللي هي نفسك، اللي هي عامله زي الشيطان بالظبط كده بتجرك للشر. فربنا مديك وسائل اللي انت تنتصر عليهم، اوعى تنسى حاجه زي دي. فبس كده يا حبيب اخوك، وده سؤال بنجاوب عليه في سلسله اسمها ذلك الحق المبين. فاسال الله عز وجل ان يوفقنا فيها، ولسه مكملين معاك اسئله باذن الله. وبس كده، سلام.